السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا ناس في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم بفيديو جديد. وطبعا زي ما انت عارف او انت لسه ما عرفتش ان في حاجه مهمه لازم تعملها، هم لايك وشير وتشترك في القناه، فعل طبعا جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله انا انزله. بالنسبه للشانل بتاعتنا احنا بنتكلم فيها عن السمارت ووتش، بالنسبه بقى للابلكيشنز اللي بشغلها، بالنسبه للتحديثات اللي بتنزل لها، بالنسبه للامكانيات، بالنسبه للسعر، فكل ده موجود عندنا في القناه دي. واتكلمنا طبعا في الفيديو اللي فات عن الساعه يعتبر الاشهر في مصر او الارخص في مصر، وهي التي 800، وهسيب لك اللينك بتاعها في الاي اللي هنا او اللي هنا. وطبعا هنكمل مسيره السمارت ووتش دي، والنهارده هنتكلم برضه عن ساعه جديده في السوق، وهي الاكس 9 بلس الترا 2. طبعا الاكس 9 الفتره دي بتنزل شويه تحديثات كتيره جدا، بس الفكره ان هم بيضحكوا علينا ازاي؟ يعني بيخلق لك مشكله في نفس الوقت يجيب لك في الاصدار الجديد ان المشكله هنا اتحلت. طب ما انت خلقتها من الاول، لا هي كده، احنا معلش شغلنا كده. فانا بحس ان هم بصراحه بيستعبطوا عشان ينزلوا تحديثات كتيره او ينزلوا اصدارات كتير. مش مهم القصه دي خالص. نتكلم بقى عن السمارت ووتش اللي بنتكلم عنها النهارده، وهي الاكس 9 بلس الترا 2. دي يعتبر اعلى شويه من الاكس 9 العاديه والاكس 9 2 العاديه برضو. فبنتكلم هنا برضو عن ان هي فيها نفس الحوار اللي هي شات جي بي تي، فيها الدبل فينجر اللي هو لو بايدك كده ترد على المكالمه. طبعا هي سوبر اموليد سمارت ووتش، وتقريبا مفيش حاجه ثانيه فيها ممكن تكون مختلفه، والبرنامج بتاعها هو وير فيت برو. وطبعا برنامج وير فيت برو ده انا عامل عنه يعني فيديوهات كتيره جدا، طبعا هتلاقيها في القناه بقى، مش هحط لك في الاي هنا ولا في الاي اللي هنا. فتعالوا مع بعض كده نفتح الساعه كده ونشوف امكانياتها ايه. طبعا اول ما تفتح كده هتلاقي قدامك السمارت ووتش، وتلاقي هنا علبه صغيره كده فيها طبعا 2 استراب بالنسبه للرابر وبالنسبه للقماش، فانت زي اللون اللي انت هتختاره بقى، اذا كان برتقاني او اسود او حتى اللي هو الجري. في عندك طبعا تاني حاجه وهو الشاحن بتاعها. الشاحن طبعا زي ما قلت لك قبل كده هو وايرلس، ولازم يكون طويل شويتين، يعني برضو الحاجات دي انت ما تصبرش عليها قوي، لان هي ممكن يقلدوا الموضوع من الساعه دي، فانت تجيب اللي هي المتقلده بسعر حنين جدا او بسعر نص السعر، فتحس ان انت كده اتضحك عليك بالنسبه للسمارت ووتش دي. وعندك طبعا مثلث برمودا اللي هو المفروض ضمان بتاع كوكو اند بيس، وعندك هنا طبعا الورقه الكبيره اللي هي فيها الشغل اللي انت المفروض تعمله او تتعلم الساعه دي بتعمل ايه. كل الورقه اللي قدامك دي باللغه الصينيه طبعا اللي احنا بنفهمها، واللغه الانجليزيه اللي احنا مش بنفهمها. كده الحالتين البتاعه دي مالهاش لازمه بالنسبه لنا خالص، فنرميها على جنب كده ونشوف اي حاجه تانية غيرها مهمه. نيجي طبعا لاخر حاجه واهم حاجه، وهي السمارت ووتش نفسها. هي اللي قدامك دي طبعا هي بتكون لونها اسود، مش لازم يكون لها لونها اسود، لان في منها اللون الفضي عادي، فالفضي بيجي معاها الاستراب بتاعها لونه بيكون برتقاني، وطبعا القماش او الجلد الاثنين نفس اللون. بالنسبه للخامه والماتيريال فهي خامه زي اللي فاتت، هي مفيش فرق بينهم، اللي هي كلها معدن، بيكون ورا هنا كده مسامير، واللوك بتاعها بيكون شغال، وطبعا هنا السنسور بتاعها. فعندك هنا في الجنب الزرار الكبير والبكره، والزرار العادي الجنب التاني زرار الاختصار والمايك، وطبعا السماعه بتكون جنب زرار الاختصار الجنب التاني. نفتح الساعه دي طبعا كده، هي من بره عاملين لك شكل السونار كده او اسمه ايه ده، اللادار. فلو دوسنا مثلا على الزرار الكبير اللي احنا شايفينه قدامنا اللي هو البكره، يدخلك على التطبيقات من جوه. فندخل على اول حاجه طبعا هي الاعدادات، نشوف هم مثلا زودوا عنها حاجه، عملوا حاجه جديده. فطبعا هي نفس الموضوع بالنسبه لللمس الايماءات والحاجات دي مهمه جدا ان انت ممكن تستخدمها في حاجات كتيره، وهي اللي فرقت معاك شويه هي الدبل فينجر دي، اللي هي عشان تلمس كده ترد. لو انت طبعا ايدك مثلا مبلوله، مثلا انت مش عارف ترد، تعمل كده فترد على المكالمه. طبعا اول حاجه تعملها اول ما تشتري الساعه دي او اي ساعه عامه بتشتغل ببرنامج وير فيت برو، ان انت تقترن بالبرنامج على طول عشان يديك كل الامكانيات اللي انت عايزها بالنسبه للساعه دي. فبالنسبه للاعدادات ايه المهم هنا ممكن نتكلم عنه. بالنسبه مثلا للموضوع اللي هو الجزيره الذكيه دي، اللي هي بتكون شكل قطه هنا كده او اي حاجه كده فوق اشعارات، لو انت في اشعار جالك وانت ما قراتوش فهي بتنبهك بالموضوع ده. فعندك اعدادات الشاشه الثانويه. الشاشه الثانويه دي اللي هي بتتسحب من الجنب كده زي الموبايل لما بتسحبه من فوق، فهي نفس الموضوع، انت بتختار تقسيم الشاشه او شاشه ثانويه. فلو نزلنا تحت خالص كده عندك وضع توفير الطاقه، وده بيكون كويس جدا. زي ما انت عايز بقى تشغله على 16 على 15 على 10 على 20 زي ما انت عايز، وبيشتغل معاك وقت كويس. بس طبعا بالنسبه للاشعارات والحاجات دي فهو مش هيشغل الحوار ده، لان هي يعني الساعه نفسها عايزه تقعد وقت اطول، فتشغل لك ساعه بس. بالنسبه للاشعارات ان انت لو فتحتها وقعدت تقراها فهي تستخدم برده بالبطاريه. فنرجع لورا كده، ان في حاجه هنا بقى مهمه وهي جديده بالنسبه للسمارت ووتش، شكل الكعبه اللي قدامك دي بصراحه حاجه كده لفتت انتباهي في الساعه دي، فقلت يعني نشوف الموضوع ده بيقول ايه. فعندك هنا الصلاه، هنا توقيت الصلاه اللي هي اللي انت عايزها كلها. في حفل التغذيه ده انا مش عارف، وحفل مسائي، صلاه الليل، فحاجات بصراحه يعني الواحد ما يعرفهاش.
بس طبعا انت تقدر تظبط كل ده بالنسبه للابلكيشن بتاعها اللي هو وير فيت برو. بالنسبه هنا سبحه الصلاه، ودي حاجه جميله جدا وانت ممكن تستخدمها في وقت طويل جدا. يا دوب بس هتلمس التاتش او يا اما من الزرار الكبير اللي قدامك ده اللي هو البقره، وهي بتعد تحت العدات اللي انت شايفها دي. فنرجع لورا كده، عندك هنا مكه، وطبعا مش هتشتغل الا لما تعمل اقتران بالبرنامج بتاعها. فنرجع هنا كده، في عندك القرآن الكريم، ودي حاجه يعني بصراحه جميله جدا. وفي عندك هنا يصلي، طبعا مش هيشتغل غير بالبرنامج، يقول لك ازاي ان انت تصلي. فدي حاجه بصراحه تعليميه كويسه جدا بالنسبه للاصدار ده. فهي دي الحاجه الوحيده اللي هتشفع للاصدار ده ان هو حاجه كويسه بالنسبه لي. فنرجع لورا كده، بالنسبه بقى ايه بالنسبه للموسيقى، فهنا برضو عاملين لها مساحه 2 جيجا. فدي حاجه كويسه طبعا ان انت ممكن تشغل اللي انت عايزه. نشغل حاجه كده مثلا تشوف الصوت بتاعها عامل ازاي. حلاوته ان هو بص يعني صوتها اعلى شويه من الاتش كي 9 اللي اتكلمنا عنها. فبصراحه صوتها عالي جدا، يعني انت سامع صوتها عامل ازاي. ممكن انا اكون بتكلم وهي تكون صوتها اعلى مني. ففيها مساحه كويسه جدا، وكمان ممكن ان انت تضيف عليها اغاني انت عايزها. وطبعا ما طولتش في حكايه الاغاني دي، لو مثلا تجيب ام كلثوم نص ساعه وترفعها على الساعه دي، فهو عبال اصلا ما يحمل حاجه زي كده هيقعد معاك ساعتين 3 عشان يحمل الموسيقى دي كلها. فانت حاجات بسيطه لو انت عايز حاجه مهمه بالنسبه لو هتشغل قران عليها، فكل ده متاح معاك. مش لازم نشغل اغاني بس، عشان كان في واحد كاتب لي التعليق ده، فقلت له انا ماليش دعوه، انا بكلمك ان هي اسمها موسيقى، فانت تشغل عليها اغاني تشغل عليها قران ده ذنبك انت، ده مش بتاعي. فعندك هنا طبعا المايك، في مايك هنا شغال اللي انت عايزه، وممكن تسجل مثلا حاجه. فممكن نسجل كده كلمتين 3 واحنا بنتكلم في الوقت ده، ونشوف برده الصوت بتاعها عامل ازاي او المايك بتاعها بيستقبل ازاي. ودي طبعا حاجه خطيره جدا ان انت ممكن تسجل لحد وهو مش واخد باله، ودي حاجه انا ما ارشحهاش طبعا. او ممكن انت تسجل بيها حاجه خير، ان انت قاعد في مثلا في كلام مهم في محاضره مثلا وعايز تسجل الكلمتين دول، فانت تسجلهم عادي. فنيجي نشوف كده الموضوع بيقول ايه. نسجل كده كلمتين 3 واحنا بنتكلم في الوقت ده، ونشوف برضو الصوت بتاعها عامل ازاي او المايك بتاعها بيستقبل ازاي. طبعا حاجه خطيره جدا ان انت ممكن تسجل لحد وهو مش. لا كده احنا تمام، الصوت بصراحه كويس. وبعد اذنك بقى نعمل ديليت للصوت ده عشان يعني الصوت وحش مش عارف ازاي. نيجي هنا مثلا عندك 3 العاب اللي هي الطياره، وعندك النحله، وعندك النرد ده اللي هو انا مش عارف اصلا بيشتغل ازاي. وعندك هنا عائله شات جي بي تي جنب بعضها هنا. وعندك هنا ممكن ان انت تضيف تطبيقات او لعب. طبعا زي ما قلت لك هي بتحدد لك التطبيقات بس اللي هي عايزاها، واللعب برضو اللي هي عايزاها. يعني مش بدماغك ان انت ممكن مثلا تحمل هنا تويتر مثلا او حاجه مش موجوده على الابلكيشن. فتقريبا هنا مفيش حاجه تاني ممكن نتكلم عليها بالسمارت ووتش دي، ان هي بصراحه ممكن تكون بس فيها اضافات اكتر من الاكس 9 العاديه اللي هي تقريبا دلوقتي اتهرست في السوق بقى سعرها حنين خالص. ودي تقريبا اختها الكبيره على طول. فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه لعائله الاكس 9، دي احسن واحده تقريبا انا جربتها. نتكلم بالنسبه لبطاريه الساعه دي، فالبطاريه بتاعتها بصراحه يعني عجبتني جدا، ان هي قعدت اسبوع او اكتر من اسبوع كمان شغاله. الكلام ده لو احنا هنركنها بس كده كساعه، فهي قعدت معايا 10 ايام. يعني هي شغاله، شحنتها مره كان 80%، لحد دلوقتي الشحن بتاعها 16%. انا ما استخدمتهاش طبعا، فعشان كده اقدر اقول لك ان هي اشتغلت كساعه بس، مش كاشعارات ان انا لو عملت لها اقتران بالبرنامج فهي تشتغل معايا اكتر وهتستهلك بالبطاريه اكتر. البطاريه بتاعتها بصراحه يعني انا شايف ان انت ممكن يعني ما تاخدش حاجه اكتر من كده. مش عارف انت بتعمل ايه هنا، في قطه رخمه كده بتيجي دايما عندي بترخم عليا، فسهل هنسيبها الموضوع ده عشان ايه الفيديو بتاعنا ما يطولش. في حاجه برضو اكلمك عنها بالنسبه هو السعر بتاعها. السعر بتاعها هنا بيتراوح معاك بقى من 1300 ل 1350 ل 1400 على حسب طبعا الوقت اللي هتشتري فيه، لان الوقت بيتغير وسعر الساعه بيتغير مع الوقت. وطبعا زي ما قلت لك قبل كده لو عايز تشتري الساعه دي فانا هسيب لك اللينك في البايو، اللينك ده تبعنا ان احنا الموقع بتاعنا. فلو عايز اي حاجه منها طبعا او بالنسبه لاي سمارت ووتش تانية فانزل على اللينك هتدوس عليه هتروح هناك. لو حتى ما عجبكش السعر ابعت لي على الواتساب وقول لي مصطفى ظبط لي السعر ده شويه كده، وانا احنا مع بعضينا ان شاء الله هنوصل لحاجه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا ما تنسونيش بلايك او شير، وانت طبعا زي ما قلت لك قبل كده تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. وطبعا لو انت عايز تدور على اي ساعه تانية انت على البر يعني ما اشتريتش اي ساعه، فعندك هنا في التشانل بتاعتنا موجود كل الساعات ان شاء الله، من اول ما بدانا بالنسبه لحاجات التي 500 وتي 55 والحاجات اللي هي القديمه دي لحد دلوقتي بالنسبه لحاجات الالترا. فان شاء الله احنا مكملين في الحوار ده. فلو انت ما اشتريتش حاجه فانت انزل القناه وقلب فيها براحتك هتلاقي الفيديو اللي يعجبك. واستنوا الفيديوهات جايه كتير ان شاء الله. وزي ما بقول لكم دايما فكروها صح.